من أصعب هجمات وحوادث القرش على مر العصور هنحكيها النهاردة مع بعض واسمع القصة. أهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة من حلقات عودة عالم البحار. على مر التاريخ البعبع بتاعنا أسماك القرش كانت هي المسؤولة عن أكتر المواجهات المرعبة والمفجعة بين الإنسان والطبيعة. هجمات كتير بسبب لخبطته بينك وبين فريسته، بسبب الفضول أو دفاعا عن نفسه من أفعالنا. هجمات وحوادث مرعبة هحكيها لك النهارده. تعالوا نرجع لسنة 1916 لقرب سواحل نيو جيرسي. أول حادثة في التاريخ في يوليو تحديدا، يعني في الصيف، والناس كلها مبسوطة على الشواطئ والفايبز إيه ما أقولكش. وفي نهاية اليوم قرب المغربية كده خلاص الناس كلها بتقفل، وكان في شاب بيعوم في الشاطئ وبدأت الناس تلاحظ تخبطه في المية بشكل غريب. مالك يا ابني في ايه؟ اللي حصل ان هو كان بيصارع مع كائن غريب ومحدش عارف ايه ده. دي سمكة القرش. وقتها صديقي سحبته من رجليه تحت المية وابتدى يستغيث، وحولته للأسف أشلاء، وابتدى الدم ينتشر في كل مكان، وللأسف انتهت حياته بعد دقايق على طول. بس دي كانت البداية. بعدها ب5 أيام اتكرر نفس الحادث مع راجل تاني، والناس طبعا اترعبت وقالك طب والله ما رايحين البحر تاني. بس الأمور خدت منعطف مرعب لما حصل هجوم تاني من القروش على طفل صغير. وفين؟ في جدول مائي ميته عذبة بعيد أصلا عن نفس المكان، منطقة تانية خالص. وساعتها قفلوا كل الشواطئ وابتدى العلماء يدوروا ويبحثوا ايه ده. كل الناس بقت تنام تقوم مستنيين حادثة جديدة ومرعوبين، لحد ما اكتشفوا ان هي دي سمكة القرش. ومن ساعتها بدأت الأفلام تبتدي علينا وتجيب حوادث القروش، وإن القروش أخطر كائن في العالم. نيجي بقى لحادثة مشهورة شوية حصلت في 30 يوليو سنة 1945. كانت سفينة USS إنديانابوليس اللي كانت لسه مخلصة مهمة سرية، وهي تسليم مكونات القنبلة الذرية. شوف ربك، اتعرضت السفينة لضربة قوية وغرقت في 12 دقيقة بالظبط. On July 30th, 1945, the USS Indianapolis, fresh from delivering components for the atomic bombs that would devastate Hiroshima and Nagasaki, was torpedoed by the Japanese submarine. Você sabia que, em 1945, navio chamado USS Indianapolis foi dos protagonistas de uma das maiores tragédias? وما بين 1200 بحار على السفينة نجا تقريبا 900. عايزك تتخيل معايا الموقف. 4 أيام من العذاب عايمين على وش المية ولابسين اللايف جاكيت. حد قال لك تسلم مكونات قنبلة ذرية؟ لا أكل ولا شرب، وتحت شمس حارقة، تسمم يا صديقي وجفاف وحاجات كتير. بس كل ده كان ولا حاجة، لسه الماتش كان هيبتدي. واللي حصل إن المية بدأ يبقى فيها حركة، وبدأت تظهر زعنفة سمكة القرش. الله، إحنا معانا جيران. أيوة، الحفلة اشتغلت، بس ابتدت على الهادي. بدأ يتسحب واحد ورا التاني، وطبعا مع الجروح ابتدى هياك سمكة القرش، وابتدوا ينقضوا عليهم بطريقة متوحشة. وأخيرا لما وصلت ليهم المساعدة ما كانش متبقي منهم تقريبا إلا 316 واحد. تخيل، من 900 شخص ل 316 واحد. ويعتبر الهجوم ده كان أكتر الهجمات شراسة من سمكة القرش. الهجوم الثالث معانا وهو كان الهجوم على رودني فوكس، وده كان صياد بالرمح عنده 23 سنة في بطولة محلية كده في جنوب استراليا. حس وقتها بألم شديد في جذعه، بيبص تحت منه لقى مرة واحدة سمكة القرش ماسكة فيه. فكين ماسكين في جسمه مش قادر يفلت منهم. فوكس قاوم بكل ما أوتي من قوة. أنا عايزك تتخيل الموقف، مفيش مجال للهروب، بس كل اللي هو عمله اللي هو قدر يخرم عينيه. بس كان قرش عنيد ورزل، فضل ماسك فيه وسحب فوكس تحت المية وقطع بدلة السباحة بتاعته ولحمه مع الأسف. بس فوكس كان لسه بيقاوم، وبقدرة قدر يهرب منه واتسحب بالمركب. يا دوب لسه على قيد الحياة يا صديقي، واتنقل للمستشفى بإصابات مروعة، جروح في كل مكان، وكان محتاج 462 غرزة عشان الواد يرجع سليم تاني. ده محتاج إعادة تجميع. قصة فوكس كانت معجزة فعلا، إنه قدر ينفض ويعيش ويفضل على قيد الحياة. الغريب بقى إن فوكس كان من أبرز المدافعين بعدها عن سمكة القرش،
واننا نحافظ عليها وعلى اهميتها في النظام البيئي. بعد كل اللي عملته فيك ده فوكس عادي كده؟ حتى كمان فوكس بعدها كان معاه غطاسات مع الجريت وايت شارك. عجيب يا واد يا فوكس. ونختم بقى بحادث مصر كلها، لا مصر ايه، ده الوطن العربي بل العالم كله سمع عنه. حادث الغردقه صديقي للسائح الروسي اللي كان تقريبا قرب الشاطئ. ما تفهمش، الراجل بيعوم في امان وسلام وما بيعملش اي حاجه، ومره واحده سمعوا صوت بيستغيث، ساعدوني، والراجل بدأ يظهر عليه حركات غريبة. وصاحبنا ساعتها كان الفضولي الأعظم التايجر شارك. وفعلا عشان نعرف كلنا إن الأم أغلى حاجة في الحياة، أول حاجة كان بينادي عليها هي ماما. أكيد معظمكم شفتوا الفيديو بتاعه، للأسف أنا مش هعرف أعرضه هنا، وللأسف القرش يا صديقي عمل منه أشلاء. كمية توحش من القرش في الحالة دي بالذات مش طبيعية. خلينا نعرف ان في العادي القروش ما بتهاجمش بني ادمين، وحتى لما بتهاجم بيكون بطابع الفضول او بتكون اتلخبطت بينك وما بين فريستها. فالطبيعي ان لو حصل هي هتقرب منك، هتعض عضه، وبعد كده هتعرف اللي انت مش اكلها وتمشي. بس في الحاله دي يا صديقي القرش تحس ان هو كان معاه طار، مسكه ورفعه ونزله وطلعه تاني وقطعه 30 حته. طب تفتكروا كده ايه السبب؟ مع ان القرش مش عدواني على البني ادم، والتايجر شارك مخصوص غطسنا معاه قبل كده، وفي فيديو لينا واحنا غاطسين مع اكتر من 6 قروش. ممكن يكون بدافع الخوف، يعني سمكه القرش ساعتها طلعت على الشط بالغلط، وكان الخوف هو اللي مخليها متوتره فبدات تهاجم اي حاجه قدامها. والسبب التاني بسبب تغيير السلوكيات للقروش، بسبب الاكل والمراكب اللي بترمي الاكل في الميه، فيبتدي ياكل اكل عادي ويتعود ان اي حاجه هنا ممكن تكون اكل ليه. اخر حاجه واللي هي الاقرب واللي احنا كلنا دارسينها، وهو طابع الفضول. القرش يا صديقي لما بيلاقي حاجه بتتحرك بيقرب منها. لو انت ابتديت اللي انت تبص له تحت الميه هيبتدي يبعد، بس لما يلاقي ان الحركه بتزيد ويلاقي ان مفيش اي مواجهه فيبتدي يجرب يشوف ايه ده. وفي النهايه يا صديقي احب اقول لك ان بعد كل اللي احنا قلناه ده، ان سمكه القرش عمرها ما كانت عدوانيه على البني ادم. عمرك سمعت عن القروش عملت هجوم كبير زي اللي انت سمعته ده على الغواصين تحت الميه؟ لان القرش بيخاف من الغواصين تحت الميه، وهم كمان بيبقوا متدربين ازاي يتعاملوا معاه. انما بالنسبه للناس السباحين او السنوركلينج، الحركه وبعد كده الحركه بتزيد والخوف بيزيد فالحركه بتزيد اكتر، ففضول القرش بيزيد اكتر ويبتدي ان هو يبقى عايز يعرف ايه ده، هجمه، في جرح، في استثاره للقرش، في هجوم اكتر اكتر اكتر. انا عارف ان الخوف من اسماك القرش عندك كبير وعندك حق، بس لازم نفتكر ان البحار والمحيطات ده عالمها، ارضها هي، بيئتها هي يا صديقي، واحنا مجرد زوار عندهم، ولازم لما نيجي ننزل نحترم بيئتهم كويس ونحافظ عليها، لان سمكة القرش هتفضل هي رقم 1 في النظام البيئي. دمتم بسلامة صديقي.